السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. رجعنا لكم بعد غياب وكان لازم نرجع بحلقة قوية، ومفيش أقوى من إن احنا نتكلم عن أقوى 10 ماتشات في تاريخ النادي الأهلي، أكتر 10 ماتشات ليهم ذكرى معانا وأكتر 10 ماتشات مؤثرين في تاريخ النادي الأهلي. بس قبل ما نروح نتكلم بقى على 10 ماتشات، ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتب لي في الكومنتات إيه رأيك في ال10 ماتشات اللي أنا اخترتها. بالإضافة أنت بقى قول لي إيه أكتر 10 ماتشات مؤثرين وقويين وليهم ذكرى معاك في تاريخ النادي الأهلي. وباذن الله بالمناسبه بقى قبل ما نبتدي الحلقه، ان الحلقه الجايه من دلوقتي هتبقى عن اقوى 10 ماتشات في تاريخ نادي الزمالك. طيب نروح بقى نتكلم على 10 ماتشات اللي اخترتها النهارده، ونبدا بالمركز العاشر. مبدئيا كده الماتش اللي انا اخترته في المركز العاشر هو ماتش ودي. طبعا انت هتتصدم وهتقول لي يعني انت بتكلمنا عن اقوى 10 ماتشات في تاريخ النادي الاهلي واكتر 10 ماتشات مؤثرين وهتبتدي اول ماتش بماتش ودي. اقول لك ايوه، لان باختصار احنا الجيل بتاعنا طول عمره كان بيسمع ان الاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه كان ليهم تاريخ قوي قوي مع الانديه العالميه في ماتشات وديه زي ويست هام وبايرن ميونخ وديربي كاونتي، بس ما شفناش اي حاجه من دي بعينينا غير سنه 2001 لما الاهلي قرر انه يلاعب ريال مدريد ويكسبه بكامل نجومه 1-0. تعالوا نتكلم عن الماتش ده. تعالوا بقى نفتكر مع بعض التشكيل اللي الاهلي بدا بيه الماتش دوت. كان في حراسه المرمى عصام الحضري، وقدامه شادي محمد ووائل جمعه واشرف امين. باك يمين كان سعيد عبد العزيز، وباك شمال احمد ابو مسلم. في نص الملعب حسام غالي وهادي خشبه، قدامهم محمد جوده، وفي الهجوم خالد بيبو وعلاء ابراهيم. كمان ريال مدريد بدأ المباراة بكامل نجومه وبتشكيل قوي جدا ولاعيبة عالمية زي زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول جونزاليز وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو ومكاليلي. وكمان نزل الشوط الثاني جوتي وسولاري وماكمانيمان، وكان المدير الفني لريال مدريد في المباراة ديت هو الأسطورة ديل بوسكي. الماتش بدأ سريع وقوي جدا وبالذات من ريال مدريد، وكان اخطر لاعب في ريال مدريد في الماتش دوت هو روبرتو كارلوس اللي شاط اكتر من شوطه على عصام الحضري، وفي واحده كمان جت منهم في العارضه. خلص الشوط الاولاني بالتعادل السلبي 0-0. الاهلي عمل اكتر من تغيير ونزل اللاعب ساندي ما بين الشوطين عشان يسجل الاهلي الهدف الاولاني بعد 5 دقايق بس من بدايه الشوط الثاني. حسام غالي بيقدر ان هو يرقص حارس ريال مدريد علشان يباصيها بالعرض لساندي وهو الجون فاضي علشان يسجل الاهلي الهدف الاولاني في الدقيقه 50. وتشتعل المدرجات وكل الناس مش مصدقه، سواء بقى في الاستاد او قدام التلفزيونات. الغريب بقى في الموضوع ان بعد ما الاهلي سجل الهدف دوت امتلك الماتش بالكامل ومسك المباراه بشكل غريب جدا وضيع اكتر من فرصه، وكان ممكن الماتش دوت يخلص بسكور كبير للنادي الاهلي. الاهلي ضيع 4 اهداف محققه، واحده عن طريق علاء ابراهيم وجت في العارضه، وواحده عن طريق خالد بيبو وبرده جت في العارضه، وكمان خالد بيبو ضيع فرصه جنب الجون بالظبط، ووائل رياض في اخر المباراه ضيع انفراد تام. اكتر حاجه بقى عجباني في الماتش دوت طبعا بجانب ان الاهلي قدر ان هو يكسب ريال مدريد بكامل نجومه، هو ان الاهلي لعب ماتش فني قوي جدا سواء على المستوى الدفاعي وطلع بكلين شيت قدام اساطير ريال مدريد، او حتى على المستوى الهجومي كان بيلعب جيم مفتوح وقوي جدا. نروح بقى للمركز التاسع، والماتش اللي انا اخترته في المركز التاسع ماتش بصراحه بحس ان هو مظلوم شويه، لان الماتش دوت انا بعتبره هو المفتاح اللي الاهلي فتح بيه باب البطولات لمده 20 سنه، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2005 قدام النجم الساحلي لما كسبوا 3-0. تعالوا كده مبدئيا نفتكر ان الاهلي في قبل النهائي في البطوله ديت لعب قدام الزمالك وكسبوا ذهاب وعوده 2-1 و2-0. كمان النجم الساحلي لعب قدام الرجاء المغربي وكسبوا ذهاب وعوده 1-0 و1-0. ماتش النهائي بقى الذهاب مبدئيا خلص في تونس في سوسه 0-0، وكان ماتش فنيا ضعيف بصراحه. اما بقى ماتش العوده في استاد الكليه الحربيه، الاهلي بدا الماتش بشكل قوي جدا وسجل الهدف الاولاني عن طريق محمد ابو تريكه في الدقيقه 20، وبعد الجون مباشره الاهلي كان قدامه فرصه انه يحط جون تاني وضيع جون مؤكد. في الدقيقه 30 مانويل جوزيه عمل تغيير الناس كلها اتخضت منه بخروج جilberto بدون اي سبب، ونزل محمد عبد الوهاب عشان ينتهي مبدئيا كده الشوط الاولاني بنتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي. نزل الاهلي في الشوط الثاني بشكل اقوى من الشوط الاولاني علشان يعمل محمد عبد الوهاب الله يرحمه اوفر يتدرس لاسامه حسني علشان يسجل الهدف الثاني للاهلي في الدقيقه 51 عشان تصبح النتيجه 2-0 لصالح النادي الاهلي. وقدر محمد بركات انه يسجل الهدف الثالث ويقضي على الماتش بشكل كامل في الدقيقه 91. بالمناسبه بقى الاهلي برضو لما كسب البطوله دي كانت اول مره في تاريخ النادي الاهلي انه يوصل ويلعب في كاس العالم للانديه. وبقى نتكلم عن المركز الثامن، والماتش اللي انا اخترته بقى في المركز الثامن النهارده انا اتكلمت عنه قبل كده في حلقه اقوى ماتش ديربي ما بين الاهلي والزمالك، والماتش دوت بالمناسبه انا شخصيا بعتبره هو اقوى ماتش ما بين الاهلي والزمالك عبر التاريخ، وهو نهائي كاس مصر سنه 2007 وفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-3. الشوط الاولاني خلص بنتيجه سلبيه 0-0. نزل الزمالك في الشوط الثاني عشان يسجل عمرو زكي الهدف الاولاني في الدقيقه 50
عشان يتعادل عماد متعب بعديها ب7 دقايق بس في الدقيقه 57 وتصبح النتيجه 1-1. شيكابالا يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقه 65 وفي الدقيقه 88، وقبل نهايه المباراه بدقيقتين بس محمد ابو تريكه يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي علشان يلعبوا وقت اضافي. جمال حمزه يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقه 100، ويتعادل اسامه حسني بعديها ب6 دقايق بس في الدقيقه 106. ده مش كده وبس، ده كمان بعديها بالدقيقه سجل الهدف الرابع وهدف البطوله عشان تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 4-3. طبعا سيناريو الماتش اللي انا حكيته دلوقتي ما ينفعش ان هو يعدي بسهوله، لان الماتش تحس كده انه رسخ عند جمهور النادي الاهلي وعند لعيبه النادي الاهلي وعند مصر كلها. بقت في حته كده ان الاهلي بصراحه مش هيخسر بسهوله، وما تعتمدش ولا تفتكر انك كسبت الاهلي غير لما الحكم يصفر وينهي الماتش. اما بقى بالنسبه للمركز السابع، والماتش اللي انا اخترته بقى في المركز السابع ده ماتش مهم جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي، لانه باختصار هو الماتش اللي رجع الاهلي للساحه الافريقيه مره ثانيه بعد غياب 14 سنه من سنه 1987، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2001 قدام سان داونز، وفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0. ماتش الذهاب في جنوب افريقيا خلص بنتيجه 1-1، واللي سجل جون الاهلي في الماتش هو برضه سيد عبد الحفيظ. اما بقى بالنسبه لماتش العوده، فمبدئيا كان نفتكر مع بعض تشكيل الاهلي ايه اللي بدا الماتش في حراسه المرمى كان عصام الحضري، وقدامه 3 مدافعين ابراهيم سعيد وشادي محمد وائل جمعه، باك يمين ابو المجد مصطفى، وباك شمال احمد ابو مسلم. في نص الملعب 3 لعيبه حسام غالي وصندي وسيد عبد الحفيظ، قدام 2 مهاجمين محمد فاروق وخالد بيبو. الماتش بدأ بشكل قوي جدا، وخالد بيبو ضيع جون مؤكد في الدقيقة 7 من بداية الماتش، ورجع تاني خالد بيبو في الدقيقة 37 علشان ياخد ضربة جزاء وهو اللي يسجلها. وفي الدقيقة 44 وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة قدر خالد بيبو انه يسجل جون تاني للنادي الاهلي، والنادي الاهلي الشوط الاولاني كان عامل شوط قوي جدا وخلص بنتيجة 2-0 لصالح النادي الاهلي. اما بقى بالنسبه للشوط الثاني فالموضوع كان مختلف تماما، وسان داونز كان هو الاخطر وضيع فرص كتير جدا وكمان جاب كورتين في العارضه، لكن في الدقيقه 90 قدر خالد بيبو ان ينهي الماتش تماما ويسجل الجون الثالث ليه وللنادي الاهلي علشان تنتهي المباراه بنتيجه 3-0 ويفوز الاهلي بثالث بطوله افريقيه ليه في تاريخه. اما بقى بالنسبه للمركز السادس في الماتش برضو اللي هتكلم عنه دلوقتي، ده ماتش قوي ومهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، لانه باختصار كده هو اول مره نادي افريقي وعربي ياخد ميداليه في بطوله عالميه، وهو ماتش الثالث والرابع ما بين الاهلي وكلوب امريكا في بطوله كاس العالم للانديه سنه 2006. مبدئيا كده دي كانت تاني مره الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه، بس المره الاولى ما كانتش موفقه. اما بالنسبه للمره الثانيه فقدر مبدئيا انه يكسب اوكلاند سيتي بنتيجه 2-0، وخسر في الماتش الثاني من فريق انترناسيونال البرازيلي 2-1. في ماتش الثالث والرابع الاهلي بدا المباراه بالتشكيل امير عبد الحميد في حراسه المرمى، وقدامه عماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعه، باك يمين اسلام الشاطر، وباك شمال طارق السعيد، 2 في نص الملعب محمد شوقي وحسام عاشور، قدامهم محمد ابو تريكه، و2 مهاجمين عماد متعب وفلافيو. الاهلي قدر انه يسجل الهدف الاولاني عن طريق محمد ابو تريكه في الدقيقه 42، وفي الشوط الثاني سجل برضه محمد ابو تريكه الهدف الثاني في الدقيقه 78 علشان تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 2-1 والفوز بالميداليه البرونزيه. وصلنا للمركز الخامس، والماتش اللي انا اخترته في المركز الخامس ده ماتش قوي جدا. الاهلي عمل ملحمه في رادس وقدر انه يكسب الترجي 2-1 في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2012. اجمل حاجه في الماتش ان هو مبدئيا كان صعب جدا في الذهاب، والماتش خلص 1-1 في برج العرب في مصر. قدر الترجي مبدئيا انه يتقدم في الدقيقه 49 وتعادل الاهلي في الدقيقه 88 وقبل نهايه الماتش بدقيقتين بس عشان ينتهي ماتش الذهاب بنتيجه 1-1، والناس كلها متوقعه ان يعتبر الترجي خلاص حسم الموضوع واخد البطوله، لان الترجي بنتيجه 0-0 اصلا ياخد البطوله، ولو جاب جون الموضوع اتصعب اكتر. الشوط الاولاني كان ماشي برتم بطيء شويه وكانت الفرص ضعيفه قوي من الفرقتين، لكن المفاجاه في الدقيقه 43 وقبل نهايه الشوط الاولاني بدقيقتين بس قدر محمد ناجي جده انه يحرز الهدف الاولاني للاهلي عشان ينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي. بدأ الشوط الثاني وسجل وليد سليمان الهدف الثاني للاهلي علشان ينهي على البطوله وعلى الترجي بشكل كامل، وخلى الترجي بقى ملزم انه يسجل 3 اهداف في نص ساعه علشان ياخد البطوله. ما قدرش يسجل الترجي غير هدف واحد بس منهم في الدقيقه 85 عشان تنتهي المباراه بفوز الاهلي في رادس في تونس على الترجي بنتيجه 2-1. وصلنا للمركز الرابع، والماتش اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو ماتش اسطوري تاريخي للنادي الاهلي مفيش حد يقدر ينساه، والمناسبه برضو انا اتكلمت عنه في حلقه اقوى ماتش ديربي في مصر، وهو ماتش ال6-1 ما بين الاهلي والزمالك سنه 2002.
الاهلي بدأ الماتش بعصام الحضري في حراسة المرمى، وقدامه هادي خشبة ووائل جمعة وشادي محمد، في الشمال جilberto وفي اليمين سيد عبد الحفيظ. اتنين في نص الملعب ابراهيم سعيد وحسام غالي، قدامهم رضا شحاتة وخالد بيبو واحمد بلال. تعالوا كده نفتكر مع بعض سيناريو الماتش وايه اللي حصل فيه. سجل الاهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق رضا شحاتة الهدف الاولاني، ابراهيم سعيد في الدقيقة 19 يسجل الهدف الثاني، وخالد بيبو يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 29. اما بقى الزمالك فقدر انه يسجل الجون الوحيد في الدقيقه 35 عن طريق حسام حسن. انتهى الشوط الاولاني بنتيجه 3-1، وفي الشوط الثاني قدر خالد بيبو انه يسجل في الدقيقه 64 الجون الرابع، وفي الدقيقه 72 الجون الخامس، وفي اخر المباراه في الدقيقه 90 قدر انه يسجل الهدف السادس. طبعا انا مش محتاج اقول ان دي اكبر نتيجه لصالح النادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه 6-1. مانويل جوزيه عمل حاجه الناس كلها اتفاجئت منها، الراجل لا احتفل ولا بارك للعيبته ولا فرح منهم ولا شجعهم ولا عمل الكلام ده خالص. الراجل زعق لهم واتكلم معاهم بطريقه وحشه، وكان غضبان جدا لان زعل ان الماتش خلص 6 بس. وفعلا الاهلي ضيع فرص كتير جدا في الماتش دوت، كان ممكن الماتش يخلص 9 أو 10. وصلنا بقى للتوب 3، وعايز اقول لكم كده مبدئيا ان ال7 ماتشات اللي انا اتكلمت عنهم دول في كفه، وال3 ماتشات اللي جايين دول في كفه تانية خالص. مبدئيا كده في المركز الثالث هو ماتش الطار، الماتش اللي ليه فرحه خاصه عند جمهور النادي الاهلي، لان الماتش دوت قدر النادي الاهلي انه ياخد دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2023. مبدئيا كده وقبل ما اروح اتكلم عن تفاصيل الماتش دوت، الماتش ده كان ليه طعم خاص وليه فرحه خاصه بسبب اللي حصل قبل البطوله ديت بسنه، لما حسينا ان الاهلي اتظلم ظلم كبير قوي لما فرض عليه الاتحاد الافريقي انه يلعب النهائي مع الوداد المغربي سنه 2022 من ماتش واحد بس في المغرب في ارض الوداد المغربي، عشان يشاء القدر ان بعديها بسنه واحده بس يقع تاني الوداد قدام النادي الاهلي، لكن المره دي بقى بماتشين ذهاب وعوده. في الاول ماتش الذهاب في مصر وخلص بنتيجه 2-1، سجل بيرسي تاو في الدقيقه 45 وسجل محمود كهربا في الدقيقه 58، والوداد قدر انه يخطف جون مهم جدا في الدقيقه 85 عشان ينتهي ماتش الذهاب بنتيجه 2-1. وبالمناسبه على فكره ماتش الذهاب كان احلى فنيا بكتير جدا عن ماتش العوده في المغرب. اما بقى بالنسبه لماتش العوده فقدر الوداد كده سريعا انه يخطف جون في الدقيقه 26 علشان يخلي النتيجه 1-0، والنتيجه ديت تخلي الوداد هو اللي يفوز بالبطوله. وفضل الماتش ماشي كده لحد الدقيقه 77 من الشوط الثاني، وقبل نهايه الماتش ب 13 دقيقه بس اوفر من كورنر من علي معلول ينزل على راس محمد عبد المنعم علشان يسجل هدف التعادل وهدف البطوله وهدف الطار للنادي الاهلي علشان تنتهي المباراه بنتيجه 1-1، وكمان الاهلي يقدر انه ياخد البطوله من الوداد المغربي. نخش بقى واحنا سخنين كده على المركز الثاني ونتكلم عن ماتش اسطوري محدش هيقدر ينساه، ومين ينسى اللي عمله ابو تريكه في الصفاقسي في الدقيقه 91. الاهلي قدر انه يصعد النهائي بعد ما كسب اسك ابيجان في مصر بنتيجه 2-0، لكنه خسر في الساحل العاج بنتيجه 2-1. ماتش الذهاب في القاهره خلص بنتيجه 1-1، سجل محمد ابو تريكه الهدف الوحيد للاهلي في الدقيقه 27، وتعادل الصفاقسي في الدقيقه 53 علشان تنتهي المباراه بالتعادل 1-1. اما بقى بالنسبه لماتش العوده في تونس فجوزيه بدا المباراه بتشكيل غريب جدا، كان لازم ان هو يحط جون على الاقل علشان ياخد البطوله لان نتيجه 0-0 دي ما كانتش في صالحه تماما. جوزيه بدا الماتش بتشكيل دفاعي غريب جدا، في حراسه المرمى كان عصام الحضري، قدامه شادي محمد ووائل جمعه ومحمد صديق، في اليمين محمد عبد الله، وفي الشمال احمد شديد قناوي. 3 لعيبه في نص الملعب والثلاثه دفاعيين، حسام عاشور، حسن مصطفى، اكوتي منساه، قدامهم محمد ابو تريكه ومهاجم وحيد وهو فلافيو. الشوط الاولاني الصفاقسي كان الاخطر وضيع فرص كتير جدا، اخطرهم في الدقيقه 26 من ضربه ركنيه، نزل عماد متعب مكان اكوتي منساه في الدقيقه 30، وانتهي الشوط الاولاني بنتيجه 0-0، النتيجه اللي تكسب الصفاقسي البطوله لحد دلوقتي. في الشوط الثاني الموضوع اختلف تماما، والاهلي لعب ماتش هجومي قوي جدا وضيع فرص كتير جدا، وكان حارس مرمى الصفاقسي متالق وعامل ماتش كبير جدا. فضل الماتش مستمر بالشكل دوت لحد الدقيقه 91، والباقي كلكم عارفينه. شادي محمد كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، جول 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 جول. وصلنا للمركز الاولاني التوب 1 معانا النهارده. طبعا اكيد كلكم حاسين الماتش اللي انا اخترته هو الماتش اللي احنا كلنا مش هنختلف عليه، وهو اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي واقوى ماتش واحلى ماتش في تاريخ النادي الاهلي، وهو باختصار كده نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2020. وسط اجواء حماسيه ووسط اجواء الكورونا والناس كلها مستنيه تشوف نهائي القرن ما بين قطبي الكره المصريه والعربيه والافريقيه،
ما بين الاهلي والزمالك، ماتش واحد بس في استاد القاهره. بدأ الماتش بشكل سريع وقوي جدا، وقدر الاهلي انه يسجل الهدف الاولاني في الدقيقه الخامسه من ضربه ركنيه ورأسيه ولا اروع لعمرو السوليه. قدر شيكابالا انه يسجل جون جميل جدا في الدقيقه 31 علشان ينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 1-1. الشوط الثاني كان قوي وحماسي جدا، والفريقين ضيعوا فرص كتير جدا لحد الدقيقه 85 قدر محمد مجدي قفشه انه يسجل الهدف الثاني للاهلي عشان تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 2-1، وفوزه باجمل واهم بطوله افريقيه في تاريخه. نهائي القرن كان هو التوب 1 معانا النهارده، وده رايي، وانا شايف ان اغلب الناس اللي هتتفرج على الحلقه هيبقى رايهم زي رايي ان ده اهم واحلى واغلى ماتش في تاريخ النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه نالت اعجابكم، وفي نهايه الحلقه ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في ال10 ماتشات اللي انا اخترتها. بالاضافه بقى انتوا كمان قولوا لي ايه اكتر 10 ماتشات شايفين ان هم مهمين وقويين وليهم ذكرى معاكم في تاريخ النادي الاهلي. هرجع افكركم تاني ان من دلوقتي باذن الله الحلقه الجايه هتبقى عن اقوى 10 ماتشات في تاريخ نادي الزمالك. ان شاء الله نتقابل قريب على خير. سلام عليكم.